إذن السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نجاوبوا على الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي مسلك دولي خيار فرنسية خاص بالمترشحون الرسميون والأحرار دورة يوليوز 2022 الخاص بجهة مراكش أسفي. La première partie restitution des connaissances. الفقرة الأولى فيها استرداد المعارف. La première question, complétez le texte en utilisant le terme convenable parmi les propositions suivantes. املأ الفراغات داخل النص بكتابة العبارة المناسبة من بين الاقتراحات التالية. عندنا ميدياسيون سيلولير اللي هي المسلك الخلوي، لي لامفوسيت تي اللمفاويات تي، لي غونغليون لامفاتيك العقد اللمفاوية، لي لامفوسيت بي اللمفاويات بي، ميدياسيون هيمورال اللي كتعني المسلك الخلطي. لي لامفوسيت بي اي تي سون دي سيلول immunitaires. إذن اللمفاويات بي اي تي هما خلايا مناعية produites au niveau de la moelle osseuse، تنتج على مستوى النخاع العظمي. subissent يعني تخضع لاش leur maturation، تخضع للنضج أو تنضج directement au niveau de la moelle osseuse، مباشرة على مستوى النخاع العظمي. إذن شنو هي هذه اللي كتنضج على مستوى النخاع العظمي اللي هما لي لامفوسيت بي. Les lymphocytes B subissent leur maturation directement au niveau de la moelle osseuse et interviennent dans la réponse immunitaire، وتتدخل في الاستجابة المناعاتية à médiation humorale، اللي كتعني المسلك الخلطي. alors que بينما subissent leur maturation، شنو هي اللي كتنضج اللي هما اللمفاويات تي. alors que les lymphocytes T subissent leur maturation dans le thymus et interviennent dans la réponse immunitaire، داخل على مستوى الغدة السعتورية، وتتدخل interviennent dans la réponse في الاستجابة المناعية ذات أكوا à médiation cellulaire اللي كتعني المسلك الخلوي. Sur la deuxième question, répondez par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes en mettant une croix dans la case convenable. إذن أجيب بصحيح أو خطأ وذلك بوضع علامة في الخانة المناسبة. L'allergie est une réaction immunitaire excessive اللي هي واش الأرجية هي استجابة مناعية مفرطة. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors c'est vrai. Le virus du sida entraîne la destruction des lymphocytes T8. قال لك يؤدي فيروس السيدا إلى تدمير الخلايا اللمفاوية T8. Alors c'est faux. Un individu du groupe sanguin AB peut donner son sang à un individu du groupe O. قال لك واحد الشخص اللي عنده فصيلة دموية AB يمكن ليه يتبرع بالدم ديالو لفائدة الشخص عنده الفصيلة دموية O. Alors c'est faux. العكس هو اللي صحيح. toutes les bactéries sont pathogènes. قال لك كل البكتيريات ممرضة يعني خطيرة على الصحة. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors c'est faux. On passe à la troisième question. ديما في استرداد المعارف. relié par un trait chaque élément du groupe A اللي هما هادو à l'élément qui lui convient dans le groupe 2. قال لك صل بخط بين كل عنصر من عناصر المجموعة واحد إلى عنصر إلى ما يناسبه في المجموعة جوج. إذن باش نسرعو شوية، l'élasticité سي كوا l'élasticité هي المرونة ديال العضلة. لا بون ريبونس سي كوا باش نمشيو ليها مباشرة ونشرحوها. étirement du muscle et reprise de sa longueur initiale اللي هي تمدد العضلة واسترجاع طولها الأصلي. نمشيو لي دروغ سي كوا لي دروغ المخدرات. perturbation de fonctionnement du système nerveux هو اضطرابات أو خلل على مستوى في وظيفة الجهاز العصبي. نمشيو لونيتي موتريس اللي هي شنو هي l'unité motrice؟ هي الوحدة المحركة. c'est ensemble de fibres musculaires innervées par une fibre nerveuse. هي مجموعة الألياف العضلية يعصبها ليف عصبي، كيعصبها واحد الليف عصبي.
نمشيو للريسبتور سونسيتيف اللي كنعنيو به مستقبل حسي. الوغ بقات لنا نيسونس دو لانفلو نيرفو سونسيتيف، هي نشأة السيالة العصبية الحسية. On passe à la quatrième question. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4 لكل المعطيات المرقمة من 1 إلى 4 il existe une seule proposition correcte. إذن عندها واحد الجواب اللي هو اللي صحيح. Mettez une croix devant la bonne proposition. غادي نوضعوا علامة أمام الاقتراح الصحيح. La moelle épinière est constituée de. إذن يتكون النخاع الشوكي من. Est-ce que la substance grise seule من المادة الرمادية فقط، la substance blanche seule ولا المادة البيضاء فقط، ولا la substance grise entourée de la substance blanche ولا المادة الرمادية محاطة بمادة بيضاء، ولا la substance blanche entourée de la substance grise ولا مادة بيضاء محاطة بمادة رمادية. Alors la bonne réponse c'est C. La substance grise entourée de la substance blanche. On passe à 2. Le nerf est formé de. النير هو العصب، يتكون من ماذا؟ فيبر نيرفوز، يتكون من ألياف عصبية، ولا لي نورون اللي هما العصبونات، و بيان كور سيلولير اللي كنعنيو به أجسام خلوية، ولا تيرمينيزون نيرفوز اللي هي تشجرات نهائية. Alors la bonne réponse c'est A. Fibre nerveuse. On passe à 3. Le réflexe médulaire est une réaction. الانعكاس الشوكي هو رد فعل ماذا؟ volontaire qui exige une excitation، هو إرادي يتطلب تهيجا أو تهيجا، ولا volontaire qui n'exige aucune excitation، ولا إرادي ولا يتطلب أي تهيج، ولا involontaire qui exige une excitation، ولا لا إرادي يتطلب تهيج، ولا involontaire qui n'exige aucune excitation، ولا لا إرادي ولا يتطلب أي تهيج. Alors la bonne réponse c'est C. Il y a involontaire qui exige une excitation. On passe à 4. Au cours de la réaction immunitaire naturelle, la phagocytose est assurée par أثناء أو خلال الاستجابة المناعية الطبيعية تتم البلعمة بواسطة لي بولي نوكليير اللي هما الكريات البيضاء مفصصة النواة، ولا لي لامفوسيت بي ولا اللمفويات بي، ولا لي لامفوسيت تي اللمفويات تي، ولا لي غلوبول روج اللي هما الكريات الدموية الحمراء. Alors la bonne réponse c'est les polynucléaires اللي هما الكريات البيضاء مفصصة النواة. Exercice 1 sur ces points. Un matin, à son réveil, la grand-mère de Brahim s'est retrouvée avec de grandes difficultés. إذن واحد النهار، واحد ملي استيقظت الجدة ديال إبراهيم واحد الصباح، s'est retrouvée avec des grandes difficultés. لقات راسها كتعاني من صعوبات كبيرة à réaliser des mouvements du membre de la partie droite de son corps. صعوبات كبيرة في تحريك طرفي الجهة اليمنى من جسمها. إذا ما كتقدرش تتحرك دوك الجهة اليمنى، الأطراف ديالها اللي هما اليد والرجل اليمنى. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. إذا هزوها على استعجال للسبيطار. Les examens médicaux effectués ont permis d'obtenir les résultats exprimés par les données suivantes. إذا حيث مكنت الفحوصات الطبية التي أجريت لها من الحصول على معطيات التالية. Le document 1 اللي هو هذا représente deux schémas de l'encéphale de la grand-mère. إذا تبين الوثيقة واحد رسما تخطيطيا لدماغ الجدة réalisé à partir des résultats de l'imagerie par résonance magnétique l'IRM التي أنجزت باعتماد نتائج تصوير لتقنية الرنين المغناطيسي. Ce document montre la zone affectée suite à une insuffisance d'apport en oxygène. توضح هذه الوثيقة المنطقة المتضررة من ماذا؟ من دماغ الجدة نتيجة نقص في الإمداد بالأكسجين à cause d'une obstruction partielle d'un vaisseau sanguin par un caillot sanguin. إذن بسبب جلطة دموية أدت إلى انسداد جزئي لعرق دموي. Un vaisseau sanguin. En vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, باعتماد
على المعطيات السابقة اللي شفنا هنايا والمعلومات ديالك ولا المعارف ديالك. Montrer la relation entre la zone affectée au niveau de l'encéphale de la grand-mère et la difficulté à réaliser les mouvements du membre de la partie droite de son corps. إذا غنبينو العلاقة بين المنطقة المتضررة من دماغ الجدة مع الصعوبة ديال تحريك طرفي الجهة اليمنى من جسمها. إذا إلا مشينا لو دوكيمون الوثيقة واحد، عندنا هنايا سيلون دو رولاندو يعني شق رولاندو هو هذا، وعندنا مظهر علوي فيو دو دوسو بحال صورنا المخ من الفوق، وهنا عندنا افون الأمام وهنا الخلف، وعندنا فيو دو بروفيل يعني مظهر جانبي، شفنا المخ من الجانب. Alors la réponse: la zone atteinte ou bien affectée est l'hémisphère cérébral gauche. هاد المنطقة المتضررة كنسميوها هي نصف كرة المخ الأيسر. إلا كنلاحظوا هنا لا أيسر الأيمن، إلا شفنا من الفوق تيبان لينا هنا نصف كرة المخ الأيسر. L'hémisphère cérébral gauche. L'hémisphère cérébral gauche contrôle les mouvements du côté droit du corps. إذا الجانب الأيسر من كرة المخ تيراقب ولا كيتحكم في حركات الجهة اليمنى من الجسم. La difficulté à réaliser les mouvements du membre de la partie droite du corps de la grand-mère est due à l'atteinte de l'hémisphère cérébral gauche. إذا صعوبة تحريك الجدة لطرفي الجهة اليمنى هو سببه ماذا؟ الجهة اليمنى سببه تضرر المنطقة اليسرى، المنطقة اليسرى من كرة المخ. Déduisez le nom de la zone affectée. إذا نستنتج اسم المنطقة المتضررة من الجسم. La zone affectée s'appelle l'aire motrice. إذا هاد المنطقة المصابة تسمى الباحة الحركية. On passe à grand 2. La grand-mère a bénéficié de soins médicaux et de séances de rééducation. إذا الجدة خضعات للعلاج واستفادت من حصص ديال الترويض الطبي. Son état de santé s'est amélioré. إذا تحسنت الحالة الصحية ديالها. Brahim a remarqué qu'elle a tendu sa main droite sans difficulté pour prendre un verre de thé posé sur la table. إذا إبراهيم لاحظ أنها لم تجد صعوبة في مد يده اليمنى لأخذ كأس شاي فوق الطاولة. En touchant le verre étant très chaud، ولكن بمجرد أنها لمست الكأس وحيث هو كان سخون، il a rapidement retiré sa main. إذا سحبت يدها بسرعة بسبب حرارة الكأس المرتفعة. Déterminer l'activité nerveuse qui se manifeste par chacun des mouvements suivants. إذا حدد طبيعة النشاط العصبي المتمثل في Alors, A. Tendre la main pour prendre le verre. مد اليد، حركة مد اليد لأخذ كأس الشاي. ثم B. Redret rapide de la main. يعني حركة سحب اليد بسرعة. إذا الجدة هنا قامت بجوج حركات. إذا نشوفوا السؤال A. Mouvement كنسميوها mouvement volontaire أو motrice volontaire أو acte volontaire كنسميوها حركة إرادية أو تحركية إرادية أو فعل إرادي. بالنسبة ل B. B c'est un réflexe ou mouvement réflexe ou réaction involontaire. بالنسبة ل B الجواب ديالها c'est انعكاس réflexe أو حركة انعكاسية mouvement réflexe ou bien réaction involontaire اللي هي فعل لا إرادي أو حركة لا إرادية. Le schéma du document 2 montre les éléments intervenant dans le mouvement de retrait rapide de la main droite. إذا تبين الوثيقة رقم 2 رسما تخطيطيا للعناصر المتدخلة في حركة سحب اليد. عندنا هنايا اليمنى بسرعة. Représentez sur ce schéma en plaçant une flèche au niveau de chacune des lettres A, B, C et D. Le sens de propagation de l'influx nerveux pendant cette activité nerveuse. يقول لك هنايا مثل على هذا الرسم التخطيطي منحى انتقال السيالة العصبية خلال هذا النشاط العصبي، وذلك بوضع سهم على مستوى كل من الحروف A و B و C و D. إلا كنلاحظوا هنايا من السيالة العصبية تتمشي من
B ل C ومن C ل B ومن B ل A كما هو واضح عندنا هنايا ثم من B إلى A. À partir du document 2 انطلاقا من الوثيقة جوج déterminé parmi les muscles M1 et M2 M يعني l'abréviation ديال muscle le muscle qui intervient dans le mouvement de retrait rapide de la main. إذا انطلاقا من حدد من بين العضلتين M1 و M2 العضلة المتدخلة في حركة العضلة المتدخلة في سحب حركة سحب اليد. ثم justifiez votre réponse يعني علل جوابك. Alors le muscle M1 هو اللي تدخل في ماذا في حركة سحب اليد اللي هو هذا البيسيبس. علاش biceps se contracte et permet la flexion de l'avant-bras لأن هي اللي كتقلص وتجبد اليد. L'intervention de ce muscle devant le mouvement de retrait de la main droite التدخل ديال العضلة في حركة سحب اليد اليمنى met en évidence une des propriétés du muscle. إذا تيبين لنا إحدى خاصيات العضلة. De quelle propriété s'agit-il؟ شنو هي هذه الخاصية علاش اللي تيبين لنا هذه الحركة اللي تتبين لنا هذه الحركة؟ إذا حركة ماذا؟ لا كونتراكتيليتي. لا كونتراكتيليتي اللي هي القلوصية بأن العضلة تيبين لنا بأن العضلة تتقلص. Comment désigne-t-on les deux muscles M1 et M2؟ باش يمكننا نقولوا على باش يمكننا نعتو العضلتين M1 و M2. Justifiez votre réponse مع التعليل. Alors muscle opposé ou antagoniste يمكننا نقولوا عليهم عضلتان متعارضتان. علاش؟ En cas de contraction de muscle M1 le muscle M2 se relâche لأن في حالة تقلص العضلة M1 كتمدد العضلة M2 والعكس صحيح. يعني إلا تمددات إلا تقلصت العضلة M2 كتمدد العضلة M1. On passe à l'exercice numéro 2. Pour étudier une caractéristique de la réponse immunitaire spécifique, لدراسة إحدى خاصيات الاستجابة المناعية النوعية, on propose d'exploiter les données expérimentales suivantes. إذن كنقترحوا استثمار المعطيات التجريبية التالية. La première donnée, المعطى الأول, des expériences sont réalisées sur 3 lots de souris. تم إنجاز 3 تجارب على 3 مجموعات من الفئران. المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، ثم المجموعة الثالثة. Le document 3 montre les résultats obtenus. إذا الوثيقة 3 كتبين لنا النتائج التي تم الحصول عليها. En vous basant sur ce document, بالاعتماد على هذه الوثيقة, déterminer la cause de la mort des souris du lot 1. علاش؟ غادي نحددوا سبب وفاة فئران المجموعة 1. Injection de la toxine tétanique. إذا هنا درنا ليه لانجكسيون سمين القزاز التجربة الأولى. بعد ذلك كنلاحظوا أن الفأر مات. Déterminer la cause de la mort de la souris. إذا السبب في الموت هو اش؟ La toxine tétanique est mortelle pour ces souris. Les souris ne sont pas immunisées. إذا سمين القزاز حاد ومميت ولا يمكن نقولوا ولا أو سمين القزاز مادة قاتلة. وأيضا يمكن نقولوا بأن فئران غير ممنعة. 2. Proposer une hypothèse pour expliquer la survie des souris du lot 2. إذا غادي نقترحوا واحد الفرضية نشوفوا علاش هاد لا سوري التجربة الثانية ديال المجموعة الثانية ما ماتش. L'hypothèse, les souris du lot 2 sont immunisées contre la tétanose. إذا الفرضية اللي يمكننا نقولوا بأن هذا الفئران المجموعة جوج ممنعة ضد سمين القزاز أو فئران لها مناعة ضد القزاز. Deuxième donnée, le document 4 montre la variation de la concentration des anticorps antitétaniques dans le sang des souris du lot 2 en fonction du temps après injection de la toxine tétanique. تبين الوثيقة الرابعة تغير تركيز la variation de la concentration مضادات الأجسام للقزاز في دم الفئران
فئران المجموعة الثانية بدلالة en fonction du temps يعني بدلالة الزمن بعد حقنها بسم الكزاز. En exploitant le document 4 اعتمادا على الوثيقة 4 إذا نلاحظوا هنايا injection de la toxine tétanique يعني الحقن بسمين الكزاز. ثم عندنا هنايا التغير بدلالة الزمن في الأيام يوم 21 اليوم الأول اليوم 21 اليوم 35 اليوم 49. ثم هنايا concentration des anticorps anti-tétaniques إذا تركيز مضادات الأجسام بوحدات اصطلاحية عندنا هنا 15 ثم 20. Décrivez l'évolution de la concentration d'anticorps en fonction du temps. إذا غادي نوصفوا تطور تركيز مضادات الأجسام بدلالة الزمن. Au moment de l'injection, la concentration des anticorps antitétaniques est de 5 unités à Britten. إذا لحظة الحقن فاش درنا الحقن يعادل تركيز مضادات الأجسام في دم الفئران 5 وحدات اصطلاحية. Après l'injection, on observe une augmentation immédiate et rapide de la concentration des anticorps. مباشرة بعد الحقن هنايا مباشرة بعد الحقن نلاحظ ارتفاع فوري وسريع لتركيز مضادات الأجسام. À partir du 35e jour, cette concentration continue à augmenter lentement. انطلاقا من اليوم 35 إلا كتلاحظوا هنا 35 يستمر الارتفاع ولكن مضادات الأجسام ولكن بوتيرة أو بسرعة أقل. Expliquez en vous basant sur votre réponse précédente la survie des souris du lot 2. فسر بناء على جوابك السابق إذا بناء على هذا الجواب عدم موت فئران المجموعة جوج. Au moment de l'injection, les souris du lot 2 possèdent des anticorps spécifiques contre la toxine tétanique. إذا تبين الوثيقة 4 فئران المجموعة جوج تتوفر لحظة الحقن على مضادات الأجسام نوعية ضد سمين الكزاز مما جعل ce qui permet la réaction immunitaire استجابتها فورية المناعية فورية immédiate rapide سريعة contre cette toxine ضد هذا السمين ce qui explique la survie des souris إذا ما يفسر عدم موتها وبقائها على الحياة. Cette explication est-elle en accord avec l'hypothèse proposée dans votre réponse à la question 2 الكواش هذا التفسير كيوافق الفرضية اللي اقترحتها في الجواب عن السؤال الثاني وثم justifiez votre réponse أي علل الجوابات. Oui, cette explication est en accord avec l'hypothèse que les souris du lot 2 sont immunisées contre le tétanos grâce à cette immunité que les souris ont survécu. إذا أي نعم يوافق هذا التفسير الفرضية التي اقترحتها للإجابة عن السؤال الثاني بأن فئران المجموعة الثانية ممنعة ضد التيتانوس وأنه بفضل هذا المناعة ديال لي سوري qu'ils ont survécu أي بقوا بفضل هذه المناعة بقوا على قيد الحياة. Troisième donnée المعطى الثالث le document 5 montre la variation de la concentration des anticorps dans le sang des souris du lot 3. إذا هذا لو دوكيمون 5 الوثيقة رقم 5 كتبين لنا تغير تركيز مضادات الأجسام في دم فئران المجموعة الثالثة بدلالة en fonction du temps بدلالة الزمن après injection de l'anatoxine toxine tétanique atténuée إذا بدلالة الزمن بعد قنية بدوفان الكزاز أو سمين وهن puis de la toxine tétanique أو ثم بسمين الكزاز. En vous basant sur les données du document 5 بالاعتماد على معطيات معلومات الوثيقة 5 comparer l'évolution de la concentration des anticorps chez les souris du lot 3. إذا نقارن تطور تركيز مضادات الأجسام في عند فئران المجموعة 3 après la première injection et après la deuxième injection بدلالة الزمن بعد كل من الحقنة الأولى والحقنة الثانية. après la première injection اللي هي هذه اللي كتلاحظوا première injection de l'anatoxine
Les anticorps n'apparaissent qu'à partir du 20e jour. إذا لوز أنتيكور هذه ديك المضادات الحيوية ما تتبانش، مضادات الأجسام ما بانتش حتى لحدود اليوم 21. Entre le jour 21 et le jour 49 وبين اليوم 21 و 49 on observe une faible augmentation de la concentration des anticorps suivie d'une légère diminution. إذا كنلاحظوا من بين 21 حتى 49 ارتفاع بطيء في تركيز مضادات الأجسام، ثم انخفاض تدريجي من 49 انخفضت إلى حدود تلقي la deuxième injection الحقنة الثانية. Après la deuxième injection on observe une augmentation forte. إذا بعد الحقنة الثانية كنلاحظوا واحد ارتفاع قوي immédiat et rapide سريع وآني وفوري، سريع وفوري de la concentration des anticorps في تركيز مضادات الأجسام. Puis une phase d'augmentation moins rapide. وملي وصلنا ل20 عاوتاني جات واحد في اليوم 119 كاين واحد الارتفاع اللي هو بطيء. استمرار ارتفاع تركيز مضادات الأجسام بسرعة أقل ابتداء من اليوم 119. En vous appuyant sur votre réponse précédente, expliquez la survie des souris du lot 3. بالاعتماد على جوابك السابق اللي هو هذا، فسر عدم موت فئران المجموعة 3. B, alors la réponse à la question B, l'injection de l'anatoxine permet l'acquisition d'une immunité spécifique. أدى حقن دوفان الكزاز لفئران المجموعة 3 إلى مدى؟ إلى اكتساب مناعة نوعية. L'acquisition d'une immunité spécifique entraînant une production immédiate et rapide et en quantité importante. إذا مكنها من ماذا؟ من إنتاج مضادات الأجسام بشكل فوري وسريع وبكمية كبيرة importante d'anticorps après leur injection par la toxine tétanique بعد ما حقنها بسمين الكزاز. Ce qui explique la survie des souris ما يفسر عدم موت الفئران. Déterminer la voie de la réponse immunitaire spécifique qui intervient contre la toxine tétanique chez ces souris. Puis justifiez votre réponse. إذا نحدد نوع الاستجابة المناعية المتدخلة ضد سمين الكزاز عند هذه الفئران مع تعليل الجواب. Alors, réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. إذا عندنا استجابة مناعية أو استجابة مناعية نوعية ذات وسيط خلطي. Justification تعليل. Elle est basée sur les anticorps لأنها تعتمد على مضادات الأجسام. Les données du document 5 ont mis en évidence une caractéristique de la réponse immunitaire spécifique. إذا معطيات الوثيقة 5 كشفت عن خاصية للاستجابة المناعية النوعية. Déduisez cette caractéristique. شنو هي استنتج هذه الخاصية؟ شنو هي؟ la mémoire immunitaire اللي هي الذاكرة المناعية. Déterminer la méthode d'aide à la réponse immunitaire qui se base sur cette caractéristique. إذا نحدد طريقة تدعيم الاستجابة المناعية التي تعتمد على هذه الخاصية. شنو هي الطريقة؟ هي طريقة لا فاكسيناسيون اللي هي التلقيح، وهي اللي كتستعمل بزاف في الطب. لماذا؟ لتدعيم الاستجابة المناعية. هنا غادي نكونوا سالينا هذا الفيديو، نتمنى أنكم استفدتوا منها وإلى موضوع آخر إن شاء الله.